شاب زي ده زي ما حضرتك بتقول في السن ده هو ما بيبقاش معاه القدره الماليه ان هو يعمل حاجه زي كده، وهو حابب يشارك في وضع زي ده، يدخل ازاي وايه الامكانيات اللي تدخله وتاهله في الموضوع ده؟ ان هو يكون حابب ان هو يبدا. يعني هو المبادره تبدا ان هو تاهل الشباب ان هي تبدا من الصفر، ان هي تبدا المشروع من بدايته، ان هي تنزل تشارك في مشروع بيتنفذ بالفعل، بحيث ان هي بعد كده لما تحب تبدا مشروع تبقى عصرة الموضوع. تمام. تبدا المشروع وهي فاهمه تعمل ايه. واي اسره، انا فاهم سؤال حضرتك، اي اسره النهارده عنده ولد في السن ده او شاب في السن ده، الاب بدل ما يجيب له حاجه ترفيهيه، لا ممكن اخد المبلغ ده ان انا ابدا اساعد بيه وتبقى نقطه النواه للمشروع بتاعه. هي دي نقطه المساعده طبعا، يعني طبعا مفيش حد صغير 11 سنه عنده الامكانيات، فلازم الاهل طبعا. على العموم احنا بنشكركم جدا، وبنشكر شركه نيوسفينكس، وبنشكر كل الناس اللي شرفتنا وشافت على ارض الواقع. بنشكرك يا باشمهندس محمد، بنشكرك باشمهندس حسام. بصراحه مشروع ناجح، وبنقول لكم يلا بينا نروح على سفنكس. شكرا ليكم، ان شاء الله قابلونا في انتاج كبير. شكرا. نيوسفينكس، أرضها خير ومستقبلها غير.